السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكبسة السعودي في حلة واحدة، او الكبسة الحمراء عملناها قبل كده مع بعض، هنعملها بطريقة اسهل كمان. هنعملها وبنسموها الكبسة الحمراء، وهنقول السر في المكونات. ان شاء الله سهلة وسريعة، مش تاخد معاكي اي حاجة. لو طبوا عليكي اي ضيوف هتعمليها في ثواني معدودة، من غير تتبيل من غير اي حاجة. اول حاجة حطيت هنا معايا في اي حلة كده على النار، على حسب كميه الفراخ اللي انت عاملاها او على حسب كميه الرز. حطيت كده معلقتين من الزيت ومعاهم معلقه من السمنه. ممكن تحطي زيت بس، ممكن تحطي سمنه بس، عشان ما تتحرقش معايا لازم خليط من الزيت على السمنه. اهوت معايا. ومعايا هنا طبعا على حسب كميه الافراد، انا هنا فردين بس، فعملت هنا، احنا بنحب الصدور، عملت صدرين من الفرخه. طبعا عملتهم الاول في محلول ملح كده وخل وليمون، ونضفتهم كويس جدا وقطعتهم، وبرده بشرت بصله كده بكمون وملح وتبلتهم كويس عشان يبقى ريحتهم حلوه، وفي نفس الوقت متبلين وطعمهم برده كمان ايه كويس معانا. هنا بقى بننزل في الزيت والسمنه بتاعتنا، برن كده من الشطه، ومعايا حبهان وقرنفل ورق لورا، ومعايا قرفه خشب او سيجار، ومعايا ليمون مجفف اهوت. وننزل بقى بالمقادير كده في الزيت السخن عشان ايه ريحتهم بس تطلع معانا اهما. حاجه بس كده ثواني لحد بس ما الزيت بيسخن معانا وريحتهم تبدا تطلع، ونشتغل على طول. اول ما ريحتهم تبدا تطلع كده معايا بنزل ببصلايه صغيره اهي متقطعه جوانح، بصلايه بس كده صغيره. ونسيبها بس كده لحد ما ايه يبدا ريحه البصل تطلع معانا مع ريحه التوابل اللي هي الجافه ديت. وبعدين نكمل بقى مع بعض. زي ما احنا شايفين بدا البصل اهوت يدبل معانا وريحته كله طلع مع بعضه كده مع البهارات. نبدا بقى نحط فصين كده من الثوم المهروس اهوت. ممكن تحطيه في المرحله دي، ممكن انت تستني لحد ما تحطي الفراخ بتاعتك وتحطيه بعد ما ايا كان. احنا عايزينه بس ياخد تشويحه كده عشان ريحته تطلع. زي ما احنا شايفين بدا البصلات يحمر معانا مع الثوم، مش عايزين يحمر اكتر من اللازم. احنا هنا عاملين الكبسه اللي هي الحمراء، بتفرق شويه عن الكبسه اللي هي السعودي. الطريقه الثانيه بيبقى لونه بني معانا كده الرز، مع بنحرق البصل شويه يعني بيبقى داخل خلاص على لونه الغامق خالص. لا احنا عايزينه اصفر كده. نبدا بقى ننزل بالفراخ بتاعتنا، بننزل على الناحيه اللي فيها الجلده كده عشان تاخد صدمه اهي. على حسب بقى انت عامله فرخه كامله عامله نص، على حسب كميه الافراد اهو. وهنا معايا البهارات، معايا نص معلقه من الكركم والكاري والبابريكا والكزبره والسبع بهارات. زي ما احنا شايفين مفيش اكتر من كده. ممكن بقى تخلطيهم وتحطيهم في المرحله دي كده على الفراخ عشان ريحتهم تطلع ويدي الفراخ كده لون حلو اهو. نسيب بس كده الفراخ دقيقتين من كل ناحيه، وبعد كده نكمل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين يا دوب بس كده البهارات بتبدا ريحتها تطلع، مش عايزينها تحمر الفراخ زياده عن اللزوم اهي. زي ما قلنا عملناها مع بعض، اسمها ديت الكبسه الحمراء، تبقى برده في نفس الحله بس الطعم بيبقى مختلف شويه، نفس المكونات بس بتعملها بطريقه تانيه. بنحمر الفراخ من كل جهه كده على كل ناحيه بالبهارات حوالي ربع ساعه او اكتر، وبعد كده بنحط الطماطم. لا هنا على طول بنحط ادي طماطميه اهيت مقطعاها ومقشراها اهي زي ما احنا شايفين. تبشريها بقى وتقطعيها مكعبات، وتحطي معلقه كده من الصلصه اهي. نبدا بس كده ايه نقلبهم كده مع بعض ونهدي عليها بس حوالي 10 دقايق. تبدا الطماطم مع الصلصه مع الفراخ تنزل ميتها كده وتديها لون احمر شويه، عشان كده بيسموها الكبسه الحمراء. هنغطي بقى عليها ونهدي يعني 10 دقايق بس كده، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. وزي ما احنا شايفين ادي الفراخ بتاعتها اهيت، شايفين ما شاء الله بدات بقى الطماطم والتسبيكه وكل هوت يعمل في بعضه. نبدا بقى ننزل عليها بالميه
المغليه. اهم حاجه تكون الميه عندي مغليه، ما تكونش ميه بارده اهيت. نبدا بقى كده ايه نغطيها كويس، وبنسويها بقى السوى العادي بتاعنا، ونبدا نحط الملح بتاعنا ونظبط كده الملح بتاعها. ما حطيناش ملح خالص اهوت. نبدا بقى نظبط الملح كده ونسيبها اهي. اتغلت معايا، شايفين الميه كانت مغليه غلط على طول. ونبدا بقى نسيبها لحد ما تستوي السوى العادي، تستوي خالص زي اكنك بتسلقي فراخ عادي. وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. وزي ما احنا شايفين الفراخ بتاعتنا بقى استوت معانا. بنبدا بقى نطلعها كده اهوت، ونحطها في اي صينيه كده. ممكن تكتفي بقى، هي واخده الطعم وواخده اللون وكل حاجه. بس هنبدا بقى نحطها كده وندهنها دهنه ونحطها في الفرن. هنا الاول نعمل الاول معايا 3 كوبايات من الرز البسمتي، طبعا مغسول ومنقوع اقل حاجه نص ساعه على حسب كميه الرز اللي انت محتاجاها وعدد الافراد. زي ما قلنا ممكن تعملي كوبايتين، ممكن تعملي 3، ممكن تعملي زي ما انت تحبي. تظبطي بقى الملح وبتظبطي الميه لو محتاجه ميه، وتبداي تظبطي كل حاجه معاكي كده اهوت. وفي المرحله دي ممكن انت تشيلي كل الحاجات اللي انت كنت حطاها زي الليمون، زي اللي هو الورق لورا، القرنفل، كل حاجه. وممكن انت تسيبيه يستوي مع الرز. اول ما يبدا الرز معانا في الغليان، طبعا مش زي الرز العادي، بتبداي تهدي عليه على طول على نار يعني اقل من المتوسط كده. ما بتسيبهوش ان هو يتشرب الرز زي الرز الفلاحي العادي، لا لازم زي الرز الابيض. لا الرز البسمتي بياخد سوا شويه، فبتزودي كميه الميه. وفي نفس الوقت كمان اول ما بيغلي تبداي تغطي عليه وتهدي عليه وتسيبيه يستوي براحته. وبعد ما بيتشرب بتقلبيه مره واتنين لحد ما يستوي، وتظبطي ملح وكل حاجه. هنغطي بقى عليه ونسيبه لحد ما يستوي ونشوف شكله النهائي. هنا بقى الفراخ بتاعتنا تدهنيها دهنه كده بس من الزيت او من السمنه، اي حاجه متوفره عندك. هنا هدهنها بدهنه كده من السمنه، وحطيت على السمنه بتاعتي رشه كده من الكركم تديها برده لون. واحطها بس تحت الشوايه، يعتبر دي هي مستويه وكل حاجه. بتحطيها دقيقه واحده تستوي، وبعد كده بتقدميها مع الرز بتاعي زي ما احنا شايفين كده. هحطها بقى لحد ما الرز بتاعي يتشرب ويستوي، واوريكم الشكل النهائي للكبسه الحمراء بتاعتنا هتبقى شكلها عامل ازاي. وزي ما احنا شايفين ادي الرز بتاعي، شايفين ما شاء الله لسه طالع سخن اهوت. بتقدميه بقى على طول ومفلفل كمان زي ما احنا شايفين، واللون كمان. هنا زي ما قلنا ديت الكبسه الحمراء. التاني عملناها قبل كده مع بعض، لو رجعتي في الفيديو هتلاقيه لونها كده بيبقى بني زي ما قلنا. ليه التكات واللي احنا عملناه. نبدا بقى ان احنا نقدمها كده مع بعض. بسم الله. شايفين ما شاء الله الرز ولونه، وكمان مفلفل، مفيش حبايه كده ماسكه في التانيه. هتمشي على كل الخطوات يطلع معاكي ان شاء الله يشرفك كده قدام ضيوفك اهوت. وزي ما قلنا على حسب المتوفر، بنص فرخه بس ممكن ان انت تعمليها، مش لازم، على حسب عدد الافراد. ممكن انت لو عزومه كبيره هتعملي الكميه اللي انت عايزاها وتضاعفي الكميات. زي ما قلنا هتمشي بس على الخطوات وخلاص. شايفين ما شاء الله الرز بتاعنا عامل ازاي. كميه الرز كتيره، احنا بنعمل بقى على قد اللي يفيد. طبعا تبداي تقدميه واللي يفيد معاكي ممكن تعملي معاه كده شويه بطاطس محمرين تاني يوم، وتبداي ان انت تقدميها هيوفر معاكي كتير وطعمه مميز. طبعا كترت كميه الرز، احنا عاملين بس الفردين بس عشان اللي يفيد اعمله في يوم تاني مع بطاطس شيبسي كده او بطاطس محمره وشويه سلطه الدقوس، وتتقدم معانا وتبقى ايه موفره معانا. الفراخ بتاعتي اهي بعد ما طلعت من الفرن، شايفين ما شاء الله اللون برده انت اللي بتتحكمي فيه اهيت. نبدا بقى كده نقدمها. ممكن انت تزينها كده بالليمونه اهي، الليمونه اللي احنا حطيناها معاها، ورشه كده من الكزبره. طبعا المكسرات لو انت حابه تحطي مكسرات بتبداي تحطيها مع التسويه من الاول. زبيب بيبدا بقى او تحمصيه بعد كده، مفيش اي مشكله. احنا هنا ما بنحبش المكسرات معاها، طبعا على حسب، دي حريه. زي ما احنا شايفين ادي كده الفراخ الشكل النهائي بتاعنا. شايفين ما شاء الله باللون بتاعها. ان شاء الله تشرفك قدام ضيوفك. ومعاها سلطه الدقوس هننزلها معاكم بالطريقه السعوديه بالطماطم المتسخنه او المعموله على البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه، وكمان في الخلاط بالطعم الاصلي بتاعها. هتعجبكم جدا. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتك. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.